يقول حنا 5 تجار عقار ربع نتقابل باستراحة واحدة، فيه واحد سادس إضافي يقول حنا يا ال5 اللهم لك الحمد مليئين ماليا، نجتمع عقاريا، نوصي بعض إذا بغينا نشتري بالمخطط الفلاني. يقول هذا السادس يقول إذا حنا معرفتنا 100% ومعرفته 10% بالعقار، بس سبحان اللي صب عليه البركة يا أبو فوزان. قلت شلون؟ قال يعني بقول لك شيء، إحنا مثلا قلنا المخطط الفلاني بالرمال ترى مستقبله زين خلونا نشري فيه، كلنا يا ال5 رحنا شرينا. يروحوا معنا ذا السادس اللي ما عنده ملاءة مالية ولا عنده خبرة بالعقار، يقول أنا ما أدري وراها أحس إن ذاك المخطط زين. يحالف هذا أبو محمد اللي اليوم أنا مقابله الصبح، يقول شفت المكان اللي هو يشري فيه يرتفع أسرع منه، وهذا الرجال السادس اللي أقل منه خبرة بالعقار يبيع أسرع منه. يقول لدرجة حنا يا ال5 صرنا نتتبعه وين يروح. قال في شيء غريب فيه، مواعيده يا أبو فوزان أقل ما يقال عنها سيئة. قال يعني نبي نقابل شخص مهم، خلاص يا الربع 7 هو 7 يوفي بموعدين وموعدين يسحب 3 ساعات ساعتين. يقول فكلنا مستائين بس كلنا كبار بالعمر، يعني نبي وش رجال كبير بعيال. المهم يقول قبل 6 شهور أو سنة تقريبا، يقول ما أدري إيش قال لي، قال وراه يا أبو محمد ما تمرن ونطلع جميع. قلت له خلاص تم، متى همرك؟ 4 العصر 4 العصر. يقول أنا يا عبد المجيد رجال كبير، أنا أبو عيال وهو أبو عيال، وقفت عند باب البيت قعدت 45 دقيقة احتريه، أدق عليه مو بيرد. يعني يقول زود على الاستياء اللي قبل من المواعيد إنه يخلفه، أول مرة همرك من باب البيت عشان نروح أنا وياك للمشوار جميع تخلينا تكي عند الباب 45 دقيقة. يقول أنا حسيت بشيء من الانتقاص بصراحة، ضاق صدري. يقول احتريته لين طلع. يقول طلع عجل وركب، يقول ما مشيت أنا. قلت شوف يا فلان والله أنك نعم أخوتك ونعم كل شيء، بس ترى لا أنا ولا الربيعي اللي أنت تعرفهم ترى كلنا ناقدين عليك، رجال ما أنت بتوفي بالمواعيد، يعني تراك أخطيت وأسرفت بحق نفسك قبل لا تسرف بحقي. يقول يا أبو محمد أنا البفلة اللي أنت تشوفه الدور الأرضي كامل لأمي، وأنا وعيالي ساكنين بالدور اللي فوق، وأنا لا يمكن إني أطلع من البيت إلا أنا مسير على أمي لأي طلعة، لو إني بروح للبقالة. وأمي يا أبو محمد طريحة الفراش وتعبانة ولا هي بتدرك، وأنا إلى مني جيت أسلم عليه أحب راسه، فأحيانا إلى مني حبيت راسه تخمن تحط إيده علي، فأنا يا أبو محمد ما أجسر أشيل إيده وأطلع، فأقعد عنده يا أبو محمد وتفوت عليه مواعيدكم. أقعد عنده يا أبو محمد وخلي إيده على ظهري 3 ساعات ساعتين ساعة 45 دقيقة، هي متى ما أدركت وابعدت إيده أنا طلعت. شفت المواعيد اللي كنت أتأخرهن ترى أعرف أني دمي على ظهري ما أقدر أتحرك، وشفت 45 دقيقة ترى أنا متجهز بس إني أحتريك. نزلت أسلم وحطت إيده وقعدت، يوم مرت 45 دقيقة هي أبعدت إيده، فالعذر منك يا أبو محمد. يقول أنا وأنا أسمع السالفة، هذا أبو محمد اللي قابلته اليوم الصبح، يقول بس قاعد أنا أشوف البركة اللي كانت فيه منين. دريت إن هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة، بينه وبين الله سبحانه وتعالى عمل صالح اللي هو بره بأمه. ترى أحيانا أمك وأبوك يصلون المرحلة ما يبون منك إلا جبر الخاطر، وتصرف هذا الرجل أنا أشوف أنه أعظم جبر خاطر ممكن يمر على بار.